السلام عليكم تابعينا الكرام. بعد مشاهدة الفيديو وإذا كنت مسلما لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. مشاهدينا الكرام، لقد أحل الله عز وجل لنا الزواج وشرعه لنا وجعله فرضا على كل شخص قادر عليه، ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القادر على الزواج أن يصوم حتى يحفظ شهوته، لأن الزواج جعله له عز وجل متعة للذكر والأنثى بدلا من الزنا، وكذا جعله من أجل حفظ النفس البشرية. وفي الزواج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأمور. وفي هذا الفيديو مشاهدينا الكرام سنتعرف هل للرجل أن يرضع من ثدي زوجته، وماذا يحدث له إذا رضع منها، فهذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. ولكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الدال على الخير كفاعله. قال ابن قدامة: لا بأس التلذذ بها بين الآليتين من غير علاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، فهو مخصوص بذلك، وأنه حرم لأجل الأذى، وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به. المغني قال ابن باز رحمه الله عن حكم مص الزوج ثدي زوجته إنه لا حرج فيه، لو مص ثديها فمن يضره من شيء، ولو مص اللبن ثديها ليضر، لأن الرضاع للكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك ولا حاجة إلى هذا يعني كونه يمص اللبن من ثديها من باب المزاح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة لا يضر ذلك الزوجة. لو شرب من ثديها ليضرها زوجته في شيء ولا يكون ولدا لها، ولكن ترك هذا أحسن، لا سيما أن بعض أهل العلم يرى إرضاع الكبير فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء، ولم يحرم عليه إلا العلاج في الدبر والجماع في الحيض والنفاس، وما عدا ذلك فهو أن يستمتع بزوجته بما يشاء، التقبيل واللمس والنظر وغير ذلك. وحتى لو رضع من ثديها فهو داخل في الاستمتاع المباح، ويقال بتأثير للبن عليه، لأن رضاع الكبير غير مؤثر في للتحريم، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما أنه يجوز للزوج أن يغسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. وقال ابن عابدين: سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن رجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأسا؟ قال: وأرجو أن يعظم الأجر.